ايه، صباح الفل عليكم، صباح الورد، صباح الجمال، صباح الرضا من عند الله ان شاء الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم معايا النهارده في يوم جديد وروتين جديد. النهارده طبعا انا دلوقتي نازله رايحه على المنشيه، هقضي مصلحه كده هناك الاول، وبعد كده هطلع بيكم ان شاء الله على اسواق المنشيه وشوارع المنشيه واحتفالات شهر رمضان وزينه رمضان وحاجات رمضان. اي نعم، انا اشتريت جزء منها وهو الكوشونات، لكن لسه الزينه بقى والحاجات اللي بتنور والفوانيس والحاجات دي انا لسه ما جبتهاش. فانا قلت طالما كده كده انا رايحه المنشيه عشان في مشوار ضروري او ورق برضو ضروري بخلصه، فبالمره اروح اعمل جوله كده في المنشيه وشوارع المنشيه واسواق المنشيه، نشوف الدنيا هناك ومشتريات زينه رمضان عامله ازاي. فقلت اخدكم معايا النهارده. فانا كده لبست، اتوضيت وصليت والظهر اذن كمان، ولبست وقلت اخدكم معايا النهارده في جوله النهارده في المنشيه معانا. ويا رب اليوم يبقى جميل النهارده وصباحكم زي الفل ان شاء الله، وصباحكم رضا من عند الله. امين يا رب العالمين، وربنا يسعدكم ويسعدنا ويسعد اولادنا جميعا يا رب. اني طبعا نازله خلاص، ومع اني عيانه واخده دور برد والله العظيم من ساعه ما رجعت من الصعيد وانا عيانه جدا جدا. ادعوا لي كده ربنا يشفيني قبل رمضان وقبل الصيام، لان الفتره الاولانيه من الصيام طبعا بيبقى عزومات وكده، فبيبقى يعني في ايه ربكه شويه، وبعد كده الناس بتتعود بقى واليوم بيعدي زي الفل. المهم ربنا يبلغنا ان شاء الله رمضان، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ويعود عليكم الايام بخير ان شاء الله. فيديو حلو كده ان شاء الله هيعجبكم، بس اهم حاجه ما تنسونيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه. يلا نسمي الله كده ونقول بسم الله توكلنا على الله. اولا ان الجوله دي كانت في نفس اليوم اللي انا نزلت فيه المنشيه وجبت زينه رمضان، وكانت الجوله في شارع او في السوق الفرنساوي بتاع كل الادوات المنزليه او كل ما يخص ست البيت في بيتها او في مطبخها. الجوله دي كانت قبل ما اخش على السوق بتاع زينه رمضان ومشتريات الفوانيس والحاجات دي. فانا رحت طبعا الاول هنا لان انا كان ناقصني شويه حاجات. انا دي يمكن تالت مره اروح السوق ده، والسوق ده حلو جدا جدا. انا اكتشفته كده بالصدفه يعني، والله ما حدش قال لي عليه. طقم الشاي والقهوه والسكر ده ب 500 جنيه، عشان انا جبت اللي هو البايركس ابو غطا خشب، كنت جايباه برضو عامل في الرينج ده. فانا كنت برضو عايزه ده، بس فعشان كده سالت عليه. فقلت لكم فعملت الجوله دي، فكل ما اروح لازم اشتري حاجه. بحب قوي 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 الحاجات اللي تخص المطبخ والمجات والاطباق والحلل والصواني والتيفال وكل حاجه. المج اللي هو ده اللي هو مسكوليا بقلوب ده كان عامل 110. والمج اللي هو بايد بابلز دي كانت ب55، حلو قوي للبنات اللي قد جانا بنتي وكده. المج اللي هو فوق ب110 وده ب55. زي ما قلت لكم انا اكتشفته بالصدفه. بص البنوته قاعده ازاي بقى وبتقرا في الكتاب، والايد بابلز كده شكلها جميل، 55 جنيه المج. زي ما قلت لكم انا بحب قوي، اكتشفته بالصدفه، فمن ساعتها وانا كل شويه اروح اجيب حاجه واجي، اجيب شويه حاجات واجي، اجيب شويه حاجات واجي، بجد والله العظيم. بجيب حاجات يعني من السوق ده او من المكان ده دايما بصراحه، وكل ما اشوف حاجه تعجبني بجيبها. لدرجه انا قلت انا مش هروح تاني، انا مش هفضل كل شويه رايحه جايه رايحه جايه عليه وافضل اشتري في حاجات قد كده. والله العظيم يعني كل مره يمكن بصرف 1000 ونص واروح اشتري حاجات كتير. بس انا نسيت اوريها لكم، بس يعني في كذا حاجه جبتها. بس لما في اخر الفيديو لما بوريكم بقى المشتريات اللي انا جبتها، نسيت اطلع الحاجه اللي انا جبتها قبل كده القديمه يعني، فاهمين؟ طبعا مش هينفع ان احنا نبقى في السوق الفرنساوي وعمالين نجيب في ادوات منزليه وادوات المطبخ وما نجيبش بقى حاجه ليا بقى كده امشي بيها كده، حاجه حلوه كده زي بكار ده. الميداليه اللي تحط فيها المفاتيح عجبتني لانها فيها اقفال حلوه وفيها حته جلده، والحجم بتاع البكار او الفنانيس اكبر شويه، لان انا كنت شفت نوع في المنشيه بس مش عندي ده، كانت عامله 15 جنيه، جبت الواحده من جيب 20 جنيه. بص دي المسن بتاع السكاكين، كنت عايزه اجيبه بس وقعدت اتفرج عليه والراجل فتحهولي وكده ب25 جنيه، يعني رخيص قوي والله، بس مش عارفه ما خدتوش ليه، لان انا جايبه السكاكين كلها جديده يمكن، فكلها لسه
حامية مش باردة. فعشان كده ما خدتهوش. بصوا الشيالة دي بتاعت الفواكه دي، سألت عليها ستانلس كلها، سألت عليها قال لي ب275. حلوة كده ما تتحط على ترابيزة السفرة ونحط عليها الفاكهة، بس انا ما عنديش ترابيزة سفرة، فسألت عليها بس ما خدتهاش، لان لما اجيب ترابيزة السفرة ان شاء الله يعني ادعولي كده. حلوة ان انا تحطي فيها الفاكهة يعني وتحط على الترابيزة. 275 ستانلس كذا دور دي. والمسن ده ب25 برضو. المجات بقى الازاز دي ولا البايركس اللي بايد دي ولها غطا من فوق خشب، جنى قالت لي انا عايزه واحد. هي عايزه مج والله العظيم، قالت لي في السكن ما عنديش مج، فنسيت اجيب لها مج. عماله اجيب حاجات للمطبخ ونسيت اجيب المج. جنى محتاجه مج، مش عارفه اجيب لها الازازه ابو غطا خشب ولا اجيب لها مج عادي اللي هو البورسلين. بصوا كل حاجة موجودة يا جماعة، الشماعات، المقصات، المعالق الخشب، المعالق السيليكون. بصوا حاجات كتيرة جدا جدا موجودة، والواحد بيبقى محتار ياخد ايه ولا ايه بصراحة. بس كلها اسعار تحفة والله العظيم، رخيصة جدا. البتاعة دي اللي هي عاملة زي الحوت كده يعني، حلوة يعني عجباني برضو، بس ما خدتهاش بصراحة. اسعارها حلوة برضو و... وكتيرة. والصواني دي برضو حلوة وفي حاجات كتير حلوة، بس انا مش عارفة اخد ايه ولا ايه، كل ما اروح اخد. تخيلوا ان انتوا لو دخلتوا السوق ده كل اللي هتشوفيه تبقى عايزة تاخديه. فلو رحتوا يعني بصي اعملي حسابك على، يعني كل ما تحوشي قرش كده معاكي من فلوس المصروف بتاعك، انزلي على السوق الفرنساوي اللي في المنشية. خشي له من ناحية موقف المنشية اللي فيه المشاريع، الموقف اللي على الترماي اللي عند الجندي المجهول. هو قبل ما تحصلي الجندي المجهول كده قبلها بشارع عند كشري عزيزة، خشي من الشارع ده هيطلعك على السوق الفرنساوي ده كله. فالواحد كل ما يحوش مبلغ كده من مصروف البيت يروح يجيب شوية حاجات. العجانات دي حلوة عجبتني، كان في منها السيلفر طلع وطلع عليه الذهبي. العجان اللي بيبدأ من الصغير ب110، الوسط ب120، الأكبر ب130. والطقم على بعضيه لو خدتيه الثلاث مقاسات دول بيدوم لك 350. انا خدت اللي هو الصغير ابو 100 ب110 الذهبي، خدتها بس مش في المشتريات، المرات دي كانت في مشتريات قبل كده. طبعا هنا بقى برضو مش سايبيننا برضو في الحاجات بتاعت رمضان يعني بصوا فلانيس بتاعت التمر دي اللي ماسك الطبق اللي تحطي فيه التمر، مال الدنيا السنه دي، طلع ترند السنه دي، طالعين بكميات كبيرة جدا يعني. وانا في السوق بتاع زينة رمضان كان موجود وهنا برضو في السوق بتاع ادوات المطبخ والادوات المنزلية موجود. وانا جايباه من الجاليري اللي انا باخد منه الشجر، جبتها منه من هناك. الصغيرة ب150. كل حاجة بصوا، المفارش، المشمع، المساحات، المفارش، السفرة بتحطي عليها الأكل، الشماعات، الباسكت، أكياس القمامة، كل حاجة موجودة. المصافي، يعني لو عروسة بتجهز وعايزة تجيب حاجات المطبخ بتاعتها أنا لازم أجيبها هنا، تيجي هنا، لأن كل حاجة هتلاقيها قدامها فهتجيبها. احنا ممكن نروح محلات ويبقى الحاجة في حاجات كتير مش موجودة عنده وانتي مش واخدة بالك يعني، لكن هنا انتي طول ما انتي ماشية هتعرفي دي ايه ودي ايه ودي ايه، واخد دي بتاعت ايه القوالب اللي ايه، بتخش الفرن طول ما انتي بقى ماشية تبقي كلها عايزة تجيبي. بانواعها. فاهمين؟ بصوا القوالب كلها اللي بتخش الفرن. انا جايه عشان اخد اللي هي بتاعت السمبوسه دي، سالت عليها قبل كده قال لي ب150. بصي الاشكال ده كله اللي هو فتحي محمود يا جماعه. عايزه بتاعت السمبوسه دي بكام؟ انا واحده دي ب150. اشكالها ايه طيب؟ اتفضلي نقي اللي حضرتك يعجبك. ودي برضو بكام؟ 150 برضو زيها ان شاء الله. دي 60. الحجم يا جماعه ده اللي هو ده 200 وده ب225 وهنا 250 الحجم الجامبو. هاخد الصغير على قد انا والعيال. فزي ما قلت لكم العروسة اللي بتجهز تروح هنا، يعني تروح المكان ده، لانها هي طول ما هي ماشية هتعرف هي هتاخد ايه يعني. لكن لو هي حاطة في دماغها او كاتبة حاجات
هتشتريها ممكن تنسى حاجة، لكن هنا هتلاقي كل حاجة. فهنا اللي هيفكرها ان هي تاخد ايه وما تاخدش ايه. الجلافز بقى اللي هي بتتلبس لما تيجي تطلعي حاجة من الفرن، السيليكون اللي انا مسكته اول واحد ب50، اما ده بورد ده كان عامل 90. المعالق السيليكون كلها ب25، الفرشة برضو ب25، الاسباتيولا ب25. حاجات السيليكون كلها، الكب كيكس السيليكون اللي بيخش برضو ميكروويف علب التلاجة 225 275 اللي هي بتخش الميكروويف. وهنا ازاز غالية تلاجة. شوية برضو شكلها لأنها جميل أوي. بتخش الميكروويف. قلت لي علب الازاز من كام بتبدا؟ من اول في 135 اللي هي دي 90 دي 135 دي 90 90 ودول كده 125 100 125 100 مش عارف 125 برضه تقريبا 150. الكبار دول 100 100. ما فيش بقى 130 لا في اهو الكبار دول كبار دي. طب ما انا عايزه علب ثلاجه بس مش شرط الميكروويف، لان انا عندي اشتريت بتوع الميكروويف، عايزه علب عاديه ثلاجه. الاقي فين العلب العاديه؟ دول عاملين كام؟ بإذن الله دي بصفايتها. التيك المدورة دي دول الثلاثة ب75. وراهم لي طيب. افتحهم لي كده بعد اذنك. 3 جوه بعض صح؟ اه في المخبز بتاع تشكيلة الكيك بس. وجوه الصغيره التانيه دي الصغيره اصغر من كده. الثلاثه الصغيرة عاملين خالص. كام؟ 75. اوريكم بقى الحاجات اللي انا اشتريتها النهارده في السوق اللي هو الفرنساوي، اللي هو خاص بادوات المطبخ كلها، كل ما يخص المطبخ موجود هناك. اول حاجه جبت الصينيه دي بص هبتها هبده وحشه قوي. الصينيه دي كانت عامله 250. هو قالب بيخش الفرن وبيخش الميكروويف، فخار او بورسلين حاجه كده يعني. في البيضاوي اللي هو ده، وكان في المربع. انا جبت الخامه دي اسمها SM، وكان في خامه تانية اللي هي محمود فتحي او فتحي محمود حاجه كده. فدي 250 جبتها عشان خاطر المطبخ. وجبت دي كمان خاصه بالسمبوسه، عايزه تتمسح طبعا، فيها تراب. بصوا شكلها، وغاليه قوي دي، عامله مش عارفه 150 تقريبا. 150. جبت ايه تاني؟ جبت القالب ده قالب للكيك، ألمونيا كله، وخامته حلوه قوي على فكره. السلطان كان عامل 150 جنيه. فانا جبته على اساس ممكن نعمل قالب كيك كده صغير ونحطه في الفرن. فهو ده شركه السلطان، من الخامات الكويسه قوي في الألمونيا، عشان كده القالب ده 150. تعال نشوف جبت ايه تاني. انا جبت 6 معالق قبل كده، جبت 6 كمان. ال6 دول كانوا ب65 جنيه. شكلهم حلو قوي اهم، وايديهم ذهبي في سيلفر. 6 ب65 جنيه. جبت علب التلاجة دي كانوا عاملين كام 75 جنيه تقريبا. فاحجامهم حلوه يعني. انا بجيب علب تلاجة كتير بس معرفش بتروح فين، والله العظيم ما بعرف بتروح فين. دايما مش عندي، مش فاهمه ليه. كان في اللي هو الطقم اللي بيخش برضو الميكروويف، بس انا كنت جايبه منه من ماركت محمود الفار لما كنت في المصيف، فعندي. لكن المره دي ما رضيتش اجيب اللي هو بتاع الميكروويف، جبت العادي. وده الصغيره اصغر حاجه دي حلوه برضو، شكلها لذيذ. المهم ان هي ليها اربع اقفال كده بتقفل يعني، شكلها حلو عشان كده. خليها بقى دلوقتي ونبقى نقفل بعدين عشان الفيديو ما يطولش. مشتريات المطبخ، احنا جبنا بقى ايه الفوانيس والزينه. المره دي بقى مشتريات المطبخ بقى، ما لازم طبعا اي حد يعني
دايما كل رمضان الناس وهي داخله رمضان اللي عايزه كوبايات تروح تجيب كوبايات، اللي عايزه صواني تجيب صواني، اللي عايزه معالق تجيب معالق. الحاجات دي بتيجي في رمضان، تستنوا رمضان نجيبها. الكوبايات دي حلوه قوي جميله، بصوا ايديها شكلها لذيذ ازاي، حلو قوي عجبني شكلها. التلاتة دول كانوا عاملين 100 جنيه، شكلهم لذيذ. 3 مجات للشاي او للعصير، لهم قاعده كده من تحت وشبكه في الايد، فشكلهم لذيذ قوي، عجبوني قوي وعجبوني شكلهم، عشان كده جبتهم. مش عارفه اخليهم في العلب ولا ارصهم. احنا بقى الصبح بقى هقوم اعمل ده كله يعني. تعال نشوف جبنا ايه تاني. كوبايات تاني زي ما قلت لكم، هو رمضان بندور على الناقص ونجيبه في المطبخ، زي الكوبايات والاطباق، الصواني، الحاجات دي بتاعت الفرن. نوع الكوبايات ده حلو قوي، عجبني برضو شكله. اسمها كوبايه ماسوره، انا سمعته وهو بيقول الكوبايه الماسوره دي بكام. يعني بسال واحد فارش بره، فبيسال صاحب المحل بيقول له الكوبايات الماسوره عامله كام. دي الست عامله 110، عجبتني برضو فقلت اجيب منها كده للعصير. بصوا الستة كده كلها للعصير. هنشوف ايه تاني. شكل البولات دي عجبتني جدا وجبتها وكنت فرحانه بيها قوي. لقيت ناس كتير قوي يعني وانا بنقي كده كله جاي يختار منها وينقي. بصوا الشكل تحفه تحفه تحفه. دي بقى بولات شوربه، رز بلبن كده يعني. برضو اللي هو البورسلين. بصوا شكلها عجبني، المنظر الرسمه حلو. كل اتنين شبه بعض يعني، جبت دول شبه بعض كده، الاتنين دول كده، وجبت اتنين كده شبه بعض. انا عاملاهم للشوربه، وهو قال لي شوربه او رز بلبن، والاتنين كده دول شبه بعض، فعجبوني قوي شكلهم وعجبوني قوي رسمتهم. ورسمه مش تقليديه، مش ورد وبتاع، تحس ان هي رسمه فيها اسلاميه شويه، الرسومات الاسلاميه. شكلهم جميل ازاي. ودول اجمل بقى، الاورنج دول. ايه تاني؟ ما عنديش طفايات كتير فجبت الطفايه دي. الطفايه دي ب30 جنيه تقريبا. انا نسيت اقول لكم الواحد من ده عامل كام. طبعا يعني انت هتقولوا مثلا ده حاجات قليله مثلا ولا حاجه. انا بالنسبه لي، انا من ساعه ما نقلت الشقه الجديده وبفرش وانا بجيب حاجات كلها جديده في المطبخ. فبالنسبه لي ان انا جايبه حاجات مش قليله، لان انا جايبه قبل كده حاجات ومش فاكره اوريتها لكم ولا لا. بس كل ما انزل للسوق الفرنساوي ده كنت بجيب حاجات جديده، فيعتبر اللي انا جبته النهارده تكمله للحاجات اللي انا جبتها. كده يبقى وريتكم المشتريات بتاعتي وخلصت معاكم فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم بقى، حطوا لي لايك وشير وحطوا سبسكرايب للقناه، وبحبكم وكل سنه وانتم طيبين، وباي باي، مع الف سلامه.